السلام عليكم حباب ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم جيت معكم نسال الطير، ما شاء الله واحد نسال الطير تيجي رائع وزوين بزاف ومنسم ومنكه بواحد النكهات رائعين وزوينين. بصراحه غادي يجيكم واحد نسال الطير ساهل وماهل وطيب واخد حقه في الطياب. ولا تبعتي الفيديو حتى الاخير، ان شاء الله راه غادي تاخذي واحد الوصفه رائعه وزوينه بزاف، وإلا جربتيها غادي ترحمي ليا عليه بها الوالدين. وتنقول لك شوفي كل شيء على الطياب وكل شيء على تبعي المراحل كما هي، غتخرج لك النتيجه بحال ما هكا. ما شاء الله راه طيب ومحمر، يعني راه ماشي غير ملهم من الفوق ومن الوسط خضر، يعني هذا الشيء راه ما كاينش. هنايا غادي ندوز معك اختي المقادير. هنا عندي معلقه كبيره ديال القرفه، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه ونافع، وعندي هنايا واحد 4 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، وساشي ديال الفاني، ومعلقه معلقه صغيره ديال الملحه، 4 كاس ديال الزبده، و4 كاس ديال الزيت، وواحد المعلقه كبيره ديال الخل، و4 كاس ديال الماء ورد، ونص كاس ديال الجنجلان اللي انا طحنته خضر، يعني راه ماشي حمرته ولا شي حاجه، غير طحنته مزيان مزيان وصافي. دابا غادي نجيب الدقيق ديالي. هنايا هاد الدقيق هذا هنايا تقريبا واحد الكيلو ديال الدقيق. غادي ندير فيه هاد المقادير كما قلت لكم. نص كاس هنايا عندي ديال الجنجلان، نعاود معكم المقادير باش ما يتنساوش، وحبه حلاوه والقرفه وخماره والمليحه. وهنايا الساشي ديال الفاني غادي، وهنايا 4 كاس ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الخل، و4 كاس ديال الزيت، وهنايا هذا الماء ديال الزهر حتى هو 4 كاس. صافي غادي نخلط مزيان مزيان. هنايا راه غادي نشد الدقيق وغادي نخلط هذاك داك العناصر كاملين، غادي نخلطهم حتى يترمل ليا هاد الدقيق ديالي كما تتشوفوا. غادي نبقى نخلط مزيان حتى داك الدقيق يترمل وما يبقاش هذوك الحبيبات ديال الزبده. هنا غادي نجيبو هذاك المزهر اللي خلينا، وغادي نعجن بالماء سخون، يعني راه الماء ماشي راه سخون مزيان. غادي نجمع العجين ديالي. اللي بغى يضيف الملون يضيفوا له الاختيار، انا خليته بحال هكا لان هذاك الملون ما كاينلاش، لانها تتقلى وتاخذ اللون ديالها في القلي وفي مع العسل، ما كاينلاش نضيفوا الملون. هنايا راه خدات ليا تقريبا واحد كاس ونص كبار، كاس ونص كبار ديال الماء يكون سخون. المهم الماء ما تديوش عليه لانه كل دقيق تيشرب وكاين دقيق اللي ما تيشربش، وهذا هو علاش قلت لكم الماء على حساب الخليط اللي عندك. يعني العجين هنا راه ما غاديش نخليه مطلوق، يعني غادي نخليه شويه قاصح. كما تشوفوا العجين راه ما مطلوقش مزيان مزيان، العجين راه شويه قاصح، وضروري نعجنوه بالماء سخون لانه دابا الجو راه شويه بارد. الا عجناه بالماء بارد راه غادي هذيك الزبده غادي تكور لينا، ضروري ما نعجنوه بالماء سخون. صافي هنا من بعد ما عجناها مباشره دزنا قطعناها كما تشوفوا معايا، راني دزت مباشره قطعتها وغادي نديرها كويرات كما تشوفوا، نديرها بحال شكل مسمنات، يعني على حسب المقيله اللي عندك. انا عندي متوسطه الحجم، وغادي نجيب واحد البلاطو وغادي نحطوه على جنب، وغادي نشكل هاد الكويرات هادو ونخليهم يرتاحوا كما تشوفوا. راه الطريقه نتمنى نشرح لكم الوصفه، راه بصراحه راه تستاهل التجربه، شي حاجه سهله وزوينه ومقرمشه تعجب الكبير والصغير الصراحه. هنايا من بعد ما كملت هذاك العجين اللي عندي كامل، راني درته في البلاطو غطيته بميكا وغادي ندوز نورق فيه. هنايا عندي النشا، الا ما بغيتيش ديري نشا ديري الدقيق، هو من الاحسن ديري نشا باش تجيك ديك القرمشه. عندي هنايا الزيت، وعندي الخلطه ديال الدقيق والماء هذيك اللي باش غادي نحتاجها من بعد، اللي باش غادي نسد هاد مني غادي نلوي هاد نسلطيه غادي نسد بها. دابا هنا غادي نسرح
3 ب3 كما قلت لكم. هاد الطريقه راها سهله وعمليه جدا. يعني غادي نبقاو نطيبوا بوحده بوحده. غادي نطيبوا ثلاثه الكريسات، 3 الكريسات كل في دقه واحده، وغادي نلويوهم في دقه واحده. يعني راه الطريقه سهله وعمليه جدا. يعني راه دغيا تتكملي هذاك الكميه اللي عندك. كما شفتوا هنايا راني تنمشي غاديه معكم خطوه بخطوه باش الفيديو يكون واضح ويكون سهل لكم زعما. كما تشوفوا ضروري نبداو بالاولى. غندهنها بشويه ديال الزيت غادي شويه بحال هكا ندهنها، وغادي نزيد نرش عليها شويه ديال النشا، ومن بعد غادي نرش عليها غادي ندهنها تاني. نجيب الثانيه ندهنها حتى هي بالزيت، وغادي نرشها بنشا صافي، وغادي نحطها على جنب نخليها ترتاح، وندوز نسرح معكم وحده اخرى. نتمنى الطريقه تكون سهله وبسيطه جدا. يعني راه سهله هاد الوصفه هذه بصراحه راها تتخرج واحد الكميه ما شاء الله. وبالاخص ملي تديريها بحال هاد الطريقه هذه، تديري 3 في دقه واحده وصارت تطيبي كل قرصه فيها 3. يعني راه صافي ترتاحي. وفي الطياب راه تتسرح ملي تكوني تطيبيها، راه تيجيك هذاك ليطاج ديالها. يعني راه تتحل. وهنايا غادي نبقى مستمره حتى نكمل هاد العجين هذا. هنايا من بعد ما كملت رجعت ديك القرصه الاولى، سرحتها بالمدلك على هاد الشكل هذا، ودرت الفراح يسخن. يعني الفراح نقص عليه عافيه مهيله. يعني راه ما غير يسخن صافي غادي نقص عليه. وهنايا راه من بعد ما سرحت العجين كما تشوفوا تنخليه رقيق على هاد الشكل هذا كما تشوفوا. يعني الطريقه راها سهله وعمليه صراحه، ودغيا تختصري الوقت، لانه دايره 3 الحبات دايره 3 الكريسات في وحده. يعني راه تختصري الوقت ديالك. هنايا من بعد ما سرحت انا شديتهم سرحتهم. تتسرحيهم كاملين عاد دوزي طيبي هاد الوريقات هادو. انا سرحتهم كما تنوريك هنايا السمك ديالها. يعني راها رقيقه جدا. وغادي ندوز نطيب في المقيله ديالي. كما تشوفي راها سهله جدا هاد الطريقه هذه. حدها غير تتشمع تنحيدها مباشره، تتشمع تنحيدها. يعني راه ما تنخليهاش شي كما نوريكم هنايا راها محلوله. كي تنحط هذيك الورقه ديالي كما تشوفوا، كي تنحطها تنقلبها مباشره. يعني ما تنخليهاش. كي نحطها نقلبها، يدي ما تتحيدش عليها. مثلا نجيب الاخرى نحيدها. يعني يدي ما تنحيدهاش عليها. تيجوا على هذا الشكل هذا غير مشمعين ماشي طايبين. لا خليتوهم طايبين غادي يتهرسوا لكم في منين نبغوا نلويوهم على هذا الشكل هذا. نديروهم على شكل بودان. وكما قلت لكم غادي نحتاج لهذا العجين دقيق والماء باش نلصقوا هاد نسلطير. صافي هنايا راه بديت تنلصق فيهم وتنخليهم شويه كبيبرين ونخليهم شويه متسعين باش يجونا محلولين. الا كرفنا داك الا كرفنا هاد الرولي بحال هكا، الا كرفناه راه غادي يجينا ما غاديش يجينا زوين في المنظر ديالو. كنصيحه هنا غادي نجيب واحد المقياس ضروري نحيد هاد الجنيبات تا هما راه ما تيضيعوش. يعني تا هما راه تنطيبهم ونخليهم للوليدات كلشي تياكلوا. الصراحه حتى حاجه ما تضيع فيها. صافي تنقطع هنايا على هاد الشكل هذا. تنعوج ديك التقطيعه باش تجيني على هاد الشكل هذا. ولا لقيتو شي وحيده محلوله بحال هكا نيه تنجيبوا هذاك العجين ديالنا داك الدقيق والماء ونلصقوها. فيما لقيتو شي وحده محلوله ما وصلهاش الدقيق والماء
نلصقوها. وهذا هو هذا هو هاد سميتو هاد الوصفه هذه صراحه راها سهله وزوينه بزاف، وخنضل نشكر لكم فيها. واللي وصل معايا حتى لهنايا ما ينسانيش واحد جيم واللايك للفيديو. الله يجازيكم بخير. هنايا بنقول لكم واحد الطريقه، يعني الا درتوها على جنب راها طيب وما تحلش ليكم. كما قلت لكم ضروري نحطوه على ما نحطوش على جنب، نحطوه على الداير ديالو. وهنايا من بعد ما طاب في المقيله، هنا راه من بعد ما عسلته هنا حطيته يتسقطر من العسل صافي تيجينا على هذا الشكل هذا. راه ما شاء الله تيجي غزال بزاف، ونديروه بالجنجلان تيجي واحد نسال الطير زوين بزاف. وشكرا لكم بزاف، والى اللقاء الفيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.